سلاح المدفعية لهيب المعارك، قوة النيران الرئيسية ذات القدرة عالية الدقة. تتقدم مجموعة من الهاوزرات والميلرز بمهمة تنفيذ التمهيد النيراني وإبادة القوة البشرية وإسكات مصادر نيران العدو. سلاح المشاة سادة المعارك، التكوين الرئيسي للقوات البرية. تشق ساحة الاحتفال مجموعة من المركبات المدرعة ذات الجنزير من M113 وYBR بمهمة اقتحام الحد الأمامي للدفاعات وتدمير النقاط القوية والحصينة واستكمال باقي المهام. سلاح المدرعات درع الوطن، شعارهم النصر أو الشهادة، القادرة على حسم المعارك عبر التاريخ، القوة الضاربة لقواتنا البرية. تطوي أرض الاحتفال مجموعة من دبابات القتال M1A1 إبرامز بمهمة تطوير الهجوم في العمق والقيام بالهجمات والضربات المضادة. قوات الدفاع الجوي حماة السماء، تتقدم مجموعة من معدات الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة من البيتشورا والشبرال والأفنجر لتأمين سماء المعركة بمهمة توفير التغطية بالصواريخ عن التجميع الرئيسي للقوات. سلاح الحرب الإلكترونية وسلاح الإشارة عصب المعركة. تظهر مجموعة من المحطات الإشارية ومنها الاتصال بالأقمار الصناعية OTB بمهمة توفير القنوات الإشارية المختلفة للقوات، ومعدات الحرب الإلكترونية بمهمة تنفيذ الاستطلاع والإعاقة اللاسلكية وتحقيق السيطرة الكاملة على المجال الكهرومغناطيسي برا وبحرا وجوا. هيئة الإمداد والتموين شعارهم انضباط، إنتاج، تعاون لتحقيق العمل الدائم والعطاء المستمر لتحقيق التأمين الإداري للقوات أثناء أعمال القتال خلال مراحل المعركة. والجدير بالذكر مشاركة هيئة الإمداد والتموين بالاشتراك مع قوات المظلات في توفير الاحتياجات الإدارية لشعب فلسطين الشقيق باستخدام عبوة الإمداد A22 بواسطة مظلة الإمداد المتوسط. وفي إطار التدريب التخصصي الراقي صدرت الأوامر لطلبة القسم النهائي من الأكاديمية والكليات العسكرية بالاستعداد لتنفيذ المهام، النزول من معدات القتال. اتخذت جميع العناصر من الطلبة المقاتلين أوضاعها الابتدائية أمام المعدات استعدادا لتنفيذ المهام المكلفين بها. المعدل الأول تجهيز المعدات للعمل. يقوم الآن طلبة القسم النهائي من الأكاديمية والكليات العسكرية بإعداد وتجهيز المركبات والمدرعات والمعدات التخصصية للعمل بالأسلوب الأمثل وطبقا للمعدلات القياسية التي تدربوا عليها خلال دراستهم العملية، والتي تظهر مستوى عاليا من التدريب استعدادا لتنفيذ المهام المكلفين بها. تمت جميع العناصر تجهيز المعدات للعمل.